أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله بإذن الله هنتكلم النهارده عن درس سيدنا عثمان بن عفان الخليفة السادس. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ في الدرس تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو، وأي حاجة محتاجها تقدر تتواصل معانا على رقم الواتس اللي موجود عندكم في الكرم أو في التعليقات. نبدأ كده مع بعض مع مستر جبريل. بسم الله. هنبدأ نتكلم عن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ده الخليفة الثالث. طيب بنبدأ كده حياته قبل إسلامه. الأول نسبه هو عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي القرشي، يعني من قبيلة قريش، من بني أمية، من قبيلة قريش. اتفقنا مولده، اتفقنا كل الخلفاء الراشدين والرسول صلى الله عليه وسلم ولدوا في مكة في السنة الخامسة بعد عام الفيل، يعني بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد ب5 سنين. طيب إسلام وصفاته: يتصف بالخلق، الحياء، الكرم، حب الحق، حب أهله، أحبه الناس، لذلك عرض عليه أبو بكر الصديق الإسلام فأسلم. تبقى من يكون كان سبب في إسلام عثمان بن عفان؟ سيدنا أبو بكر الصديق. أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه عن يد أبو بكر الصديق. طيب، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. تعرف العشر المبشرين بالجنة طبعا، منهم الخلفاء الأربعة اللي هو أبو بكر وعثمان وعلي. حياته بعد إسلامه، يا ترى بعد إسلامه كان حياته حياته بعد إسلامه شارك في كل الغزوات ما عدا غزوة بدر. شارك في كل الغزوات ما عدا غزوة إيه؟ بدر. خلينا نشوف كده ليه. قال لي: مرض زوجته رقية فجلس لجوارها بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومين السيدة رقية دي؟ هي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة. طب يا أستاذ لما كانت مريضة مين اللي قال له عبارها؟ حتى إذا احتاجت إلى شيء احتاجت سيدنا عثمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أمر أن يجلس بجوارها، وطبعا ما يقدرش يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا جلس بجوارها ولم يشارك في غزوة بدر. لو طلعنا بره المنهج كده لزيادة المعرفة هنلاقي في غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج له سهم، يعني لما خدوا الغنائم الرسول قال: هذا سهم عثمان، فكأنه شارك في الغزوة دون أن يحضرها. أنفق ماله على تجهيز جيوش المسلمين. أهم غزوة أنفق فيها الأموال كان غزوة تبوك. أنفق ماله على الفقراء والمحتاجين. فقد حدث قحط شديد، قحط يعني مجاعة كبيرة جدا، في عهد مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق الخليفة. في تلك الأثناء جاءت قافلة فأنفق كل أموالها بالكامل على المسلمين، فهي تجارة مع الله ولم تبور. تعال نشوف الحوار ده بين سيدنا عثمان والتجار وهم يطلبون منه القافلة بالسعر الذي يريد. تجارة مع الله. تجار مدينة: نشتري منك القافلة ونزيدك على 10 دنانير اثنين، بمعنى ان احنا هنزودك اكتر من الضعف. ال10 دنانير هنحط عليهم 2. عثمان قد زادني. تجار مدينة: نزيدك على 10 5. عثمان قد زادني. تجار مدينة: من الذي زادك؟ مين اللي هيزودك ونحن تجار مدينة؟ يعني ما فيش حد يشتري منك غيرنا. عثمان: قد زادني 10. إن الله زادني 10 في القرآن الكريم. وفي الحديث الشريف أن الحسنة ب10 أمثالها. فهنا الحسنة الواحدة ياخد عليها 10، فقد زادنا 10 ب10، بمعنى أن الله يعطيني أجر وثواب عندما أعطيها لله عز وجل أكثر منه. خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. يبدأ الخلافة من 23 إلى 35. جعل خليفة عمر بن الخطاب الأمر شورى بين 6. قال: والله في 6 كده هخليهم من الصحابة، المسلمون يختاروا منهم أو من بعض يختاروا منهم واحد. فقالوا له: طيب
نخلي عبد الله بن عمر قال احضروا عبد الله بن عمر في المشورة ولكن ليس له من الأمر شيء، يعني يستشار يسألوه ويجاوب ياخد رأيه لكن ما يكونش خليفة. اجتمع الصحابة الستة وبدأوا يتنازلوا واحد عن الثاني، واحد ورا الثاني كده يتنازل عن حقه في الخلافة أو في الترشح، حتى استقر الأمر على اختيار سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كخليفة للمسلمين. بايعوا المسلمين في المسجد. طيب بعد كده دعا عثمان إلى الزهد وكان ينفق على الناس ويطعمهم ويأكل هو الخل والزيت، فشعر الناس في عادي بالأمن والاستقرار. تعال نشوف كده بعض التدريب البسيط. كل ما تفسر عدل شهادة عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة بدر لمرض زوجته رقية فجلس بجوارها يمرضها. طيب أنفق عثمان كثير من أمواله في مساعدة الفقراء، دلل حيث تبرع بالقافلة في عهد أبو بكر ولم يقبل ببيعها. طيب كان اختار الخليفة عثمان شورى، دلل حيث ترك عمر ابن الخطاب الأمر شورى بين المسلمين وبين ستة، وتم اختيار عثمان من بين الستة. شوف بقى كده أهم أعمال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. يا ترى أهم أعمال إيه؟ أهم أعمال الخليفة عثمان بن عفان. أنا أول حاجة كتابة القرآن في مصحف واحد. واحد يقول لي استنى يا مستر، إحنا متفقين اللي جمع القرآن الكريم كان أبو بكر، أمال سيدنا عثمان إزاي كتبه؟ هنا في فرق. جمع القرآن سيدنا أبو بكر جمع القرآن بس ما رتبوش، ما كانش بالشكل اللي هو معانا المصحف اللي معانا. أمال سيدنا عثمان كتبه في مصحف واحد، وامر خليفه عثمان بن عفان زيد بن ثابت نفس الشخصيه اللي امرها ابو بكر الصديق وبعض الصحابه كتابه القران في مصحف واحد. حتى انت لو فتحت المصحف هتلاقي لك بالرسم العثماني. طيب يقول لي بما تفسر ليه عمل كده؟ قال لما دخل غير العرب الروم والفرس دخلوا والهنود دخلوا في الاسلام واختلفوا في قراءه القران الكريم، وحتى تتوحد قراءه القران في كل القبائل، وده يعد اعظم حسناته. وقام سيدنا عثمان بتوزيع نسخ من القرآن على كل البلاد الإسلامية منها مصر والعراق وغيرها. بدأ يكتبوا نسخ من القرآن اللي جمعه سيدنا زيد بن ثابت وأمر من سيدنا عثمان. تاني حاجة عملها إنشاء البحرية الإسلامية. إنشاء البحرية الإسلامية تمام، يعني إحنا عاوزين نقول كده هل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بحرية إسلامية؟ ما كانش. أبو بكر وعمر ما كانش عندهم بحرية إسلامية. لما جاء سيدنا عثمان فكر في إنشاء البحرية، أمر عثمان بن عفان كل من معاوية بن أبي سفيان وللشام وعبد الله بن أبي الصرح ولمصر بالتعاون لبناء أسطول إسلامي لصد هجمات الروم على سواحل مصر والشام. يقول بما تفسر ليه إنشاء أول أسطول بحري إسلامي اللي وقف هجمات الروم على سواحل مصر وعلى سواحل الشام. وبذلك أمن الخليفة عثمان حدود الدولة الإسلامية برا وبحرا أمنا، محدش يقدر يعتدي على الدولة الإسلامية. ليه؟ لأنه عمل لهم أسطول يحمي سواحل. إيه المقصود بالأسطول البحري؟ مجموعة من السفن تستخدم في الحروب أو في التجارة، وده شكل إيه؟ للأسطول البحري. طيب عندي نحل كده التدريب ده مع بعض. اذكر ما تعبر عنه العبارات الآتية: مجموعة من السفن تستخدم في الحروب أو في التجارة، بنقول أسطول بحري.
طيب بما تفسر امر عثمان بن عفان معاويه بفتح جزيره قبرص، طبعا قدام كده، حتى يحمي سواحل مصر والشام. برضه نتكلم عنه قدام. امر الخليفه عثمان بن عفان زيد بن ثابت بكتاب القران في المصحف واحد وقراءه واحده حتى تتوحد قراءه القران بالنسبه للمسلمين، خاصه بعد دخول غير العرب في الإسلام. بل يكون أمرهم الخليفة عثمان بالاشتراك في بناء أسطول إسلامي. طبعا اللي أمرهم هيكونوا هم اثنين، سيدنا معاوية بن أبي سفيان وعبد الله ابن أبي الصالح. الخليفة الذي في عهده جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، خليفة طبعا هو سيدنا عثمان بن عفان. الصحابي الذي أمره عثمان بن عفان بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد سيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه. نبدأ بعد كده الفتوحات الإسلامية. استكمل فتوحات أبو بكر وعمر وأرسل الجيوش. تبقى سيدنا عثمان كمل الفتوحات بتاع أبو بكر وعمر وأرسل الجيوش، وأمر كل منهم معاوية بن أبي سفيان والي الشام بفتح أرمينية. فسيدنا معاوية بن أبي سفيان أرسل القائد حبيب بن مسيلمة فتح عام 25 هجريا. ثم جزيرة قبرص فتح عام 28 هجريا. خلي بالك طول ما احنا ماشيين هنزود 3 سنوات، او 25 28 تبقى 31. طيب امر عثمان بن عفان معاويه بفتح جزيره قبرص ليه؟ قال فتح جزيره قبرص اللي هي المنطقه دي لوقف جماعه الروم على سواحل مصر والشام، عشان كانوا بياخدوا الجزيره دي يهجموا منها على سواحل الشام وعلى سواحل مصر. طيب عبد الله بن ابي الصالح والي مصر قام بفتح افريقيه اللي هي تونس حاليا، فتحها عام 28 هجريا. بلاد النوبه فتحها عام 31 هجريا. طيب نجد بعد كده معركه تسمى معركه ذات الصبر. موقعها في الصبر كانت عام 34 هجريا. طيب الأطراف الروم المسلمون بقيادة عبد الله بن أبي الصالح. إيه الأسباب؟ الروم بعتوا أسطول مكون من 500 سفينة عشان يحاربوا مين؟ المسلمين. الأحداث أمر عثمان بن عفان معاوية بن أبي سفيان بالتوجه إلى أسطول الروم. سيدنا معاوية طلب من عبد الله بن أبي الصالح والي مصر أن يتوجه إليهم. عبد الله بن أبي الصالح خدوا الأسطول وذهب إليهم في عرض البحر في وسط البحر المتوسط ودارت بينهم معركة عظيمة. نتيجة هذه المعركة انتصار المسلمين وتدمير اسطول الروم وقتل الاف منهم. ما النتيجه المترتبه على كثره الفتوحات زمن سيدنا عثمان؟ تأمين حدود الدوله الاسلاميه والتي امتدت شمالا الى ارمينيا، غربا الى افريقيا، جنوبا الى بلاد الامه. الدوله اتجهت وصلت شمالا الى ارمينيا، تمام؟ ادي هنا اهي ارمينيا، وغربا الى افريقيا تونس حاليا، وجنوبا الى بلاد النوبه في الجنوب. كل المنطقه الملونه دي كلها الدوله الاسلاميه، دي كلها حدود الدوله الاسلاميه علشان تعرف امتدادها قد ايه. استشهاد الخليفه سيدنا عثمان بن عفان عام 35 هجري. تعرف استشهاد صارت فتنه واخر سيدنا عثمان. من الذي زعمها؟ عبد الله بن سبأ. اوعى تنسى الشخص ده لانه بيجي في الامتحان. من يكون تزعم الفتنه في اخر عثمان؟ عبد الله بن سبأ. طيب وده كان راجل يهودي هذا دخل الاسلام وحقد عليه، يعني كان ظاهر الاسلام لكن هو بيكره الاسلام، وقعد ياخد الفرص بقى كده لحد عشان يشعل الفتنه بين المسلمين. النتائج المترتبه على ذلك انضم اليه بعض المنافقين وجهوا الاتهامات الباطله لسيدنا عثمان، طلبوا عزله، قال له لازم تمشي وتترك الخلافه. رفض سيدنا عثمان مطلبه
حاصروه المتمردون والمنافقون منزل سيدنا عثمان ثم قتلوه وهو يقرأ القرآن، وبكده ينتهي عصر خليفة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. هنا بتنسب الأعمال الآتية. رقم واحد، فتح أفريقيا. فتح أفريقيا عبد الله بن أبي الصالح. طبعا هو في عهد الخليفة سيدنا عثمان بن عفان، لكن اللي فتحها على طول عبد الله ابن أبي الصرح. طيب فتح بلاد النوبة برضه عبد الله بن أبي الصرح. ولمصر. قاد المسلمين في معركة ذات الصواري برضه عبد الله بن أبي الصرح. تزعم الفتنة الكبرى في مقتل الخليفة عثمان بن عفان عندنا عبد الله بن سبأ اليهودي اللي كان يهودي وعلى الإسلام وهو حقد على الإسلام والمسلمين. القائد الذي فتح أرمينيا حبيب ابن مسيلمة. والنتيجة المترتبة على الفتنة التي تزعمها عبد الله ابن سبأ، الفتنة التي تزعمها عبد الله بن سبأ أدى ذلك إلى مقتل سيدنا عثمان وهو يقرأ القرآن، طبعا بعد أن انضم إليه كثير من المنافقين. معركة ذات الصواري، انتصار المسلمين، تدمير أسطول الروم، أسر الكثير من الروم. طيب الفتوحات في عهد سيدنا عثمان زاد الخير في عهده، وعندي اتسعت الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية وصلت جنوبا للنوبة، شرقا أفريقيا، غربا إلى شمالا إلى أرمينيا. طيب ولما تفسر نشوف معركة ذات الصواري. إيه أسباب معركة ذات الصواري؟ أسباب معركة الصواري هي عد الروم 500 سفينة لقتال المسلمين، فخرج عليهم عبد الله بن أبي الصالح لقتالهم. فتح جزيرة قبرص لحماية سواحل مصر والشام، عشان كانوا بياخدوها قاعدة بيهجوم عليها على المسلمين. بكده يا جماعة نكون خلصنا عصر الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وما تنسوش ان انتوا لو محتاجين المذكرة او محتاجين تدريبات او محتاجين مراجعة تقدر تبعت لي على الواتس، او تقدر رقم الواتس الموجود قدامنا ده اللي هو 03 او تقدر تتواصل معانا في التعليقات، وتحت امركم في اي حاجه. وما تنسوش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.